السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في حاجات كده كنت بحبها من ايد امي، كان ليها طعم مميز وكمان كان ليها ريحة مميزة، وكانت ريحتها تجيب من اخر الشارع. كنا واحنا راجعين من المدرسة نشم ريحتها على بعد امتار. يعني مش هتحتاجي فيها فراخ ولا لحمة ولا لحمة. اقتصادية من الدرجة الاولى. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا. لايك وشير لو عجبكم الفيديو واشتراك في القناة. قبل ما ندخل نشوف الفيديو نسمي بالله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لايك وشير لو عجبكم، الفيديو واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد باذن الله، ودعوه حلوه من قلوبكم الطيبه في الايام المباركه ديت. ندخل بقى على تفاصيل الوصفه بتاعتنا الجميله. معايا 4 حبات من البطاطس بيوزنوا حوالي كيلو وربع من البطاطس. دايما انا بحب اغسل البطاطس تحت الميه واقشرها كمان تحت الميه. اللي بيحب يعمل كده زيي يقول لي في التعليقات. غسلتهم كويس ومن الشوائب والطينه وكده. بعد ما قطعت البطاطس وغسلتها كويس جدا وقطعتها بالسمك اللي انتوا شايفينه دوت، لا تكون تخينه قوي ولا رفيعه قوي عشان ما تتهريش معانا في السوا. ولازم نغمرها بالميه يا جماعه علشان ما تسودش، لان البطاطس بتتفاعل مع الهواء. هسيبها في الميه اللي انتوا شايفينها دي واروح للخطوه اللي بعدها. معايا بقى هنا صينيه هنزل فيها ب4 بصلات متقطعين ناعم زي ما انتوا شايفين. قطعوهم بالطريقه اللي انتوا تحبوها. هنزل بقى على البصل ده بمعلقه من الملح صغيره وكمان معلقه من الفلفل. تبلهم كويس جدا بالملح والفلفل. دي بهارات بسيطه جدا يا جماعه الاساسيه في البطاطس. انزل على البصل بمعلقه من الثوم وهديهم كمان تقليبه كويس جدا. اقلب البصل في الثوم كويس جدا عشان يختلط كل المكونات مع بعضها. وبعد كده هنزل بالبطاطس بتاعتنا زي ما انتم شايفين واقلبها كويس جدا. بعد كده نزلت بالبطاطس زي ما انتم شايفين كده وهقلبها كويس جدا مع البصل والثومه اللي انا حطيتهم دولت. اقلبها كويس جدا وبعد كده هسويها في الصينيه. وبعد كده هنزل عليها بحوالي نص كيلو او كيلو الا ربع من عصير الطماطم. ممكن تحبوا تحطوا معاها معلقه من صلصه الطماطم، بس انا ما بحبش احط مع البطاطس او اي خضار بطبخه الا انواع معينه يعني صلصه الطماطم. بعد كده هنديها رشه من الكزبره الناشفه ورشه كمان من الكمون. دول بيدوها تيست حلو جدا وبيخلوا طعمها رهيب يا جماعه. هحط معاها كمان قرن فلفل حامي على الوش كده. ده مش هيخليها حراقه قوي، مش هخليها حراقه ابدا يا جماعه. اللي حابب يحط واللي حابب يستغنى عنه ماشي. بعد كده هدخلها على فرن سابق التسخين على درجه حراره 180. هتقعد حوالي نص ساعه او ساعه الا ربع. وبعد كده هطلعها من الفرن واوريها لكم. وبقى نشوف صينية البطاطس الروعة العسل اللي طلعت من الفرن. شكلها جميل وتحفة، واللون جميل ازاي وشكلها تحفة. هنغرب بقى احلى طبق بطاطس. عملنا جنبها شوية رز يا جماعة. اللي حابب يعمل جنبها شوية رز بالشعرية يعمل. انا عملت شوية رز ابيض جنبها كده. عملت شوية رز ابيض جنبها زي ما انتوا شايفين يا جماعة. اللي حابب يعمل رز بالشعرية يعمل برضو، بيبقى طعمه جميل معاها. بعد كده قدمت الطبق زي ما انتوا شايفين كده وغرفت جنبه شوية بطاطس وكمان شوية من الصوص الرهيب بتاعها يا جماعة. بصراحة كانت دايبة جدا وطعمها لذيذ وتحفة. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت معكم صباح السعيدي من مطبخ توكلنا على الله. لايك وشير لو عجبكم الفيديو واشتراك في القناة. ما تنسوش اللايك يا جماعة بيرفع الفيديو. شايفين البطاطس دايبة ازاي؟ كانت بصراحة طعمها جميل وتحفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.